المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. دعوة المجتمع لحماية البيئة. الإريتريون في الخارج يحتفلون بعيد الاستقلال. أنشطة حماية التربة والمياه في نقفة. غوتريش يدين الهجوم الإرهابي في شرق بوركينا فاسو. وزير الخارجية الصيني وممثلو سامو يوقعون صفقة اتفاق. وإيران تعلن احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في الخليج. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. دعت وزارة الأراضي والمياه والبيئة بمناسبة 5 يونيو اليوم العالمي للبيئة، دعت المجتمع للعمل الجاد لحماية البيئة. وأوضح مدير قسم البيئة بالإنابة في الوزارة السيد كبروم أسمروم أن يوم البيئة يحتفل به هذا العام تحت شعار لا نملك سوى أرض واحدة لنحافظ عليها، وتشمل فعالياته مسابقات المعلومات العامة وسيمينارات تنويرية لرفع الوعي وأنشطة النظافة. وذكر بأن 10 إلى 12 طنا من التربة ينجرف سنويا بسبب السيول في البلاد، مشيرا إلى الأنواع المعرضة للانقراض في النباتات والحيوانات، وأنه يجب الدفع بجهود رعاية وحماية البيئة. وقال إن المصاعب البيئية الكبيرة التي تظهر في إريتريا بسبب التغيير المناخي تتمثل في الجفاف المتكرر وفقر التربة وانخفاض الإنتاج الزراعي والمياه ودمار الغطاء النباتي وانقراض التنوع الإحيائي. ولمواجهة هذه التحديات قامت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بإعداد 61 دراسة بشأن التنوع الإحيائي والمواد الكيميائية والتغيير المناخي وتأثيره، بالإضافة إلى السياسات والقوانين والتشريعات والتعليمات. وأشار إلى أعمال حماية التربة وحفظ المياه وإدخال وسائل الطاقة البديلة التي تنتظم البلاد للحد من هذه الظواهر. احتفل الإريتريون في الرياض بالمملكة العربية السعودية والدوحة القطرية وبورتلاند الأمريكية وكلن الألمانية وأوبسالا السويدية بعيد الاستقلال. واحتفل الإريتريون في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بالمشاركة الشخصية والفيديو الافتراضي، حيث خاطب الحفل رئيس الجالية الإريترية السيد عبد الرحمن إمام قائلا إن المرحلة تتطلب تقوية التصدي لحماية الاستقلال. من جانبها أوضحت القائمة بأعمال السفارة الإريترية في السعودية السيدة ويني جريزجهير أن التاريخ أثبت بأن جميع انتصارات وبطولات الشعب الإريتري وثورته تمحورت على مبدأ الخيار المستقل، داعية الإريتريين في السعودية والدول الأخرى لتعزيز التصدي. شهد الاحتفال مناشط ثقافية فنية وعروض للقوميات الإريترية الذي عكست تنوع وجماله وأناشيد للأطفال. وقدمت في المناسبة الجوائز للفرق الفائزة في منافسات كرة القدم المنظمة بمناسبة احتفال ذكرى الاستقلال. ونظمت السفارة الإريترية في قطر بالتعاون مع الجالية الإريترية حفلا يوم 26 من مايو شارك فيه عدد كبير من الإريتريين والدبلوماسيين في مختلف الدول. وذكر سفير إريتريا في قطر السيد علي إبراهيم في الكلمة التي ألقاها تاريخ نضال الشعب الإريتري ضد الغزاة والمستعمرين، وقال إن الصمود والتفاني الذي حقق الاستقلال يصنع معجزة إعادة الإعمار. وألقيت في المناسبة كلمة من ممثل الجالية السيد عبد القادر محمد نور ورئيس اللجنة المنظمة السيد طاهر محمد أري. وقدمت الجائزة للفريق الفائز في كرة القدم على كأس الاستقلال. واحتفل الإريتريون في مدينة كلن الألمانية بعيد الاستقلال، حيث تضمن الاحتفال مسيرة بالسيارات التي تحمل أعلام إريتريا والجبهة الشعبية في شوارع المدينة. كما احتفل الإريتريون في بورتلاند أوريغون الأمريكية وأوبسالا السويدية.
دعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد تسفاتين جرماي أصحاب العمل لاحترام قوانين العمل لخفض انتهاكات القانون بسبب الاتفاقات غير القانونية التي تجري بين أصحاب العمل والعمال. وأوضح لدى لقائه أصحاب المرافق الخدمية في مدينة كرن يوم 26 من مايو أن على أصحاب المرافق معرفة قانون العمل وأهدافه وسبل تنفيذه وفوائده لخلق علاقة عمل صحية والقيام باتفاقات قانونية مع العمال. من جانبه أوصى مسؤول وحدة العمل في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسبة سيد زهية حاجوس ترسيخ المعرفة بقانون العمل لأصحاب العمل من أجل توسيع فرص العمل للمواطنين وضمان حقوقهم، داعيا لخلق بيئة عمل جيدة واحترام إعلان قانون العمل رقم 118 لعام 2001. وقال قاضي المحكمة الأولى للعمل السيد أفورقي تسفا ميكائيل إن الإهمال وانتهاك القانون وعدم معرفته من العوامل التي تضر بالعاملين، ويجب على جميع أصحاب المرافق الخدمية احترام القانون. وأشار المشاركون في الاجتماع إلى المصاعب التي يواجهونها من العمل مطالبين القيام بالتوعية لضمان السلامة في موقع العمل. وأوضح مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسبة سيد محمد جابر بوجوب منح الأولوية للعامل في الاتفاقات والمعاهدات التي تجري، مناديا العمال وأصحاب العمل لاحترام قانون العمل. قام سكان كبتة في مديرية مندفرة بصيانة الطريق المؤدي إلى قريتهم متفرعا من طريق أسمرة مندفرة البالغ طوله 4 كيلومترات مدعومين بالآليات الثقيلة. وذكر مراسل إيرينا صيانة الطريق الذي جرفته السيول وتحسين الأماكن التي كانت غير ملائمة للسيارات. وأوضح مدير الضاحية السيد ولد قرقيس نوغوسي أن السكان وإلى جانب مشاركتهم في أعمال الصيانة قدموا أكثر من 300 ألف نقفة، وتم بناء مجاري السيول لضمان خدمة الطريق فترة أطول. وقال عضو اللجنة المنسقة لأعمال صيانة الطريق العقيد برهم منجستاب إن مشكلة الطريق أثرت سلبا على النشاط الاجتماعي والاقتصادي للسكان. وأشاد مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية مندفرة بمبادرة سكان كبتة. هذا وتبعد قرية كبتة حوالي 15 كيلومترا إلى الشرق من مندفرة. قام سكان مديرية النقفة والطلاب وعمال المؤسسات الحكومية بنفير لحماية التربة وحفظ المياه، وشمل النفير الذي جرى في الكثير من مناطق مديرية النقفة إصلاح مساقط المياه وبناء المدرجات والحواجز المائية والتشجير وصيانة الطرق. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية السيد محمد صالح محمد علي مشاركة أكثر من 3100 شخص في النفير. وأفاد خبير حماية التربة والمياه في المديرية السيد تسفى ألم زودة إعداد أكثر من 74 ألف شتلة للأشجار في 5 مشاتل بالمديرية سيتم غرسها مع بدء موسم الأمطار. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الإرهابي الذي شنته جماعات متطرفة بمنطقة مادغواري شرق بوركينا فاسو والذي راح ضحيته نحو 50 مدنيا. وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسمه ستيفان دوغاريك أن الأمين العام يدين بشدة مقتل حوالي 50 شخصا على أيدي جماعات مسلحة متطرفة في 25 من مايو بمادغواري شرق بوركينا فاسو. ولفت إلى أن الهجوم المقيت يأتي في أعقاب حادثتين متشابهتين وقعتا في 14 و19 من مايو في مادغوري قتل فيهما 17 مدنيا و11 جنديا على التوالي. وكانت السلطات في بوركينا فاسو قد أعلنت يوم الخميس الماضي أن مسلحين مجهولين قتلوا نحو 50 مدنيا من سكان منطقة مادغوري بشرق البلاد.
وقع وزير الخارجية الصيني اتفاقا مع ساموا لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع استمرار بكين في استمالة المنطقة. وقال ساموا إن وانغ الصيني الذي كان يقوم بجولة في المحيط الهادي سعيا لإبرام اتفاق يضم 10 دول بشأن الأمن والتجارة أنهى زيارة إلى ساموا حيث التقى برئيس الوزراء فيامي نعومي ماتافا ووقع وثائق تشمل اتفاقية تعاون اقتصادي وفني. ثم توجه وانغ إلى فيغي حيث من المتوقع أن يدفع باتجاه الاتفاق الإقليمي في اجتماع سيستضيفه في 30 من مايو المنصرم. هذا ودعت أستراليا دول جنوب المحيط الهادي إلى صد محاولات الصين التي تسعى للتقرب من دول المنطقة لتوسيع سيطرتها في مجال الأمن. وتوجهت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إلى فيكي في أول زيارة رسمية سعيا إلى جذب الدول الجزرية بعدما فاجأت جزر سليمان كامبيرا الشهر الماضي بتوقيع اتفاقية أمنية واسعة مع الصين. بعد إعلان أثينا أنها ستسلم واشنطن حمولة من النفط الإيراني كانت على متن ناقلة أوقفتها، أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج في خطوة تأتي وسط توتر بين طهران وأثينا. وأفاد الحرس الثوري إن قواته البحرية أوقفت ناقلتي نفط يونانيتين بسبب مخالفات ارتكبتهما في الخليج الفارسي، وذلك في بيان نشره موقعه الإلكتروني الرسمي سابه نيوز. واتهمت وزارة الخارجية اليونانية إيران بممارسة القرصنة بعدما أعلنت طهران احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج. وقالت الخارجية في بيان إن هذه الأفعال هي بمثابة قرصنة. وكان موقع نور نيوز شبه الرسمية قد ذكر إن إيران قررت اتخاذ إجراءات عقابية ضد اليونان بسبب مصادرة شحنة نفط إيرانية قبالة الساحل اليوناني. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بكين أو بنكين روسيين وشركة كورية شمالية وشخصا تتهمه بدعم برنامج أسلحة الدمار الشامل الكوري الشمالي في تكثيف للضغط على بيونغ يانغ بعد استئنافها إطلاق الصواريخ البالستية. وتأتي أحدث خطوة أمريكية بعد يوم من استخدام الصين وروسيا حق النقد ضد مسعى قادته الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات الدولية على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها صواريخ باليستية. واستخدمت الدولتان حق النقد رغم ما تصفه الولايات المتحدة بأنه الاختبار السادس لصواريخ باليستية عابرة للقارات أجرته كوريا الشمالية هذا العام. وقالت وزارة الخزانة الأمريكي في بيان إنها استهدفت شركة إيروكوي تريندينج جروب وكذلك بنكي فار إيست وسبوتينج بسبب إسهاماته في التحصيل وجمع عائدات لمنظمة كورية شمالية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، ولكن قبل الختام تذكير بالعناوين. دعوة المجتمع لحماية البيئة. الإريتريون في الخارج يحتفلون بعيد الاستقلال. أنشطة حماية التربة والمياه في نقفة. وعلى الصعيد العالمي غوتيريش يدين الهجوم الإرهابي في شرق بوركينا فاسو. وزير الخارجية الصيني وممثلو ساموا يوقعون صفقة اتفاق. وإيران تعلن احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في الخليج. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.